بالشكل ده يأثر بالسلب على المجتمع كله، مش على طيب المجتمع كابتن، الرياضي بس. طبيعة العلاقة او المصالح، خلينا نقول مثلا مع اعلامي، سواء اعلام مسموع او مقروء، بيبقى ليه دور في كيفية تناول الحدث. انا حبيبي كابتن مفيش شك. هاني، انا كابتن هاني بيرد عليا ما رضاش يعمل معايا مداخلة، القصة دي هل يوجد طبعا فعلا؟ موجود. مم. موجود طبعا موجود يعني. موجود ده بشكل صريح وبشكل واضح للاسف. وده زي ما بقول لك ده من سلبيات الاعلام الرياضي، ان ده فلان ده حبيبي، فانا مش هتكلم على اخطاء، ولكن هتكلم على الحاجه الكويسه اللي عملها، لكن الحاجه الوحشه اللي عملها لا، انا بغمض عيني شويه عليها. يعني على جميع المستويات. انت حتى الناس بتتاثر يعني، الناس بتتاثر حتى بمذيع الماتش. يعني ممكن جدا مذيع الماتش وهو بيعلق على الماتش ممكن يعني يقول على لعيب ده احسن لعيب، ويجمل في صورته لدرجه ان ممكن الناس تصدق ان ده فعلا كان بيلعب كويس، على الرغم ان هو ما كانش بيأدي كويس. فقد ايه تاثير الاعلام، وقد ايه تاثير الناس اللي بتتكلم ومعاها يعني بلغه الاعلام كده، معاها ميكروفون وكده تكلم الناس. ده شيء مهم وشيء يعني خطر جدا جدا. طيب في ناس بدون ذكر اسماء يا كابتن دايما بتحاول تستدرج نجم اتكلم على الاهلي، نقد الاهلي بشكل على العام، فيبداوا يستدرجوه، او نجم كان في الاهلي وساب النادي الاهلي، سواء بقى احترف او لعب في نادي تاني. هل حصل ده من دون ذكر اسماء حتى مع كابتن هاني رمزي، ان حاول حد يستدرك حضرتك في انك تتكلم بطريقه مش كويسه عن النادي الاهلي؟ من دون ذكر اسماء بالنسبه لبعض الاشخاص حصل الكلام ده، واكيد انا يعني قاري الموقف بشكل كويس واعتذرت بكل ادب وكل احترام يعني. لكن بيبقى باين يا كابتن ومفهوم. طبعا بيبقى الموضوع باين ومفهوم، ويبقى للاسف برضه دلوقتي بقى الترند والسوشيال ميديا، وان انا اعمل خبر ايا كان بقى الخبر ده صح غلط ايجابي سلبي تبعياته ايه، المهم بس انه يجيب مشاهده او يجيب ترند. للاسف في ناس كتير بتشتغل على الجزئيه ديت، واعتقد انها مش هتستمر يعني. كل المواضيع دي تكون واضحه دلوقتي وصريحه وباينه للناس كلها يعني. طيب في مقولتين كده هقولهم لحضرتك، وحضرتك بقى يا تصحح لي الجمله يا تقول لي الجمله دي مظبوطه. مقوله بتقول مثلا الاهلي سيء مع ابنائه مش بيسامح، يعني بالبلدي كده قلبه اسود. لا ليه قلبه اسود ليه؟ ما هو انت لما تبيع النادي في وقت من النادي هو اللي رباك وهو اللي علمك وهو اللي كان بيتفضل عليك انك تكون نجم كبير، وتيجي في وقت من الاوقات ما تقفش جنب النادي وتسيب النادي، فاكيد النادي الاهلي بيقفل الباب. يعني النادي الاهلي هو دي سياسه النادي الاهلي. ده مش قلب اسود، ده رولز، في رولز في النادي الاهلي، في سياسه في النادي الاهلي، في قواعد ومبادئ من ايام كابتن صالح سليم وما قبله. ف ما تقوليش ان انا ظلمت اللاعب او قلبي اسود، لا بالعكس. يعني انا شايف ان ده خير جدا جدا، وان خلاص انت مسؤول عن قرارك، وبالتالي تحمل التبعيه يعني. طيب الاهلي اكبر نادي فيه مشاكل بس هم بيعرفوا يداروا كويس. لا النادي الاهلي مش اكبر نادي فيه مشاكل. النادي الاهلي مجلس اداره والناس اللي بتشتغل جوه النادي الاهلي ناس محترفه، ومش هقول لك النادي الاهلي ما فيش مشاكل، النادي الاهلي بيكون فيه مشاكل، ولكن من يعني خلينا اقول من الحاجات الايجابيه جدا ان المشاكل دي ما تطلعش بره. طبيعي. يعني دي مش ده ميزه، خلي بالك. يعني ده الناس اللي بتتكلم يقول لك ده لا بالعكس، ده مش عيب ان احنا عندنا بعض الخلافات ووجهات النظر نتناقش ونتخانق ونقول جوه الابواب المغلقه والغرف المغلقه، ولكن الاهم لما اللي بيطلع للناس واللي بيطلع للجماهير لا في توافق. لكن انا في وجهه نظري دي احترافيه يعني، خلي بالك، لان العكس يدخل النادي في مشاكل اكبر، ويبقى في عمليه من عمليه عدم الاستقرار على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري. تمام. طب يا كابتن مش هتبقى معايا ومش هسال حضرتك على النادي الاهلي مع كولر، خصوصا ان حضرتك راجل من احسن المدافعين اللي مرت في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ مصر بصفه عامه. هل المنظومه الدفاعيه مع كولر تطورت؟ احنا شفنا 6 مباريات ما شاء الله مفيش غير هدف، ويمكن الهدف كمان اكتشفنا ان كان فيه فاول من الاول. هل حضرتك شايف ان الاهلي مع كولر الشكل اتغير وخصوصا المنظومه الدفاعيه؟ انا عايز اقول ان يعني برضه هتكلم بعقلانيه شويه، ان يعني المده اللي قضاها كولر لسه الحكم عليه مش حكم نهائي طبعا، ولكن في بوادر وفي حاجات بتحصل على المستوى الفني والبدني للنادي الاهلي بتقول ان احنا معانا مدرب كبير. من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها الشباك النظيفه، وانا برجع دوت لموقف الفرقه الدفاعي كفرقه. لازم يكون في تألق اكيد من حارس المرمى، لازم يكون في تألق من المدافعين، لكن كمان كفريق انت بتدافع بشكل كويس. الثنائيه اللي اوجدها او بعد محمود متولي
وظهوره بهذا المستوى بيدل ان الراجل دوت بيقرا اللعيب كويس، يعني عنده قراءه جيده للعيب. ده بينطبق على محمود متولي وبينطبق على كريم فؤاد، لان كمان كريم فؤاد خلال التطور اللي حصل له في الفتره اللي فاتت، انه الراجل ما بيلعبش البوزيشن بتاعه طبيعي، ما بيلعبش باك يمين وبيلعب طرف يمين وبيلعب كانه كمان واحد في نص الملعب وبيساعد في الحاله الدفاعيه. ده بيقول لك انك عندك مدير فني بيشتغل على امكانيات اللعيب وبيقدر يطلع من اللعيب امكانيات ممكن ما كانش حد تاني شايفها. فانا شايف ان كولر الفتره اللي فاتت انا دايما بحب اقيم بهدوء، يعني مش عايزين نقول انه احسن مدرب في العالم ولا ده، خلينا نتكلم بعقلانيه شويه. طبيعي ان الراجل خلال المباريات اللي فاتت وخلال اللي انا بعرفه من جوه الكواليس من جوه اللعيبه اصحاب اللعيبه اللي بيحكوا عن اسلوبه مع اللعيبه، ده مهم جدا. ما بتكلمش بقى على فنيات، بتكلم على علاقه مدرب ولاعب. دي علاقه ممتازه زي العلاقه اللي بنشوفها مع يورجن كلوب مثلا مع فريق ليفربول، في علاقه فيها محبه وفيها صداقه، ولكن في نفس الوقت فيها احترام وفيها التزام. يعني دايما الخط الفاصل اللي هو بيتكلم عليه دي المعادله الصعبه دي يا كابتن. دي المعادله الصعبه لغايه دلوقتي قادر كولر ينفذها بشكل كويس، وده مليون في المية بينعكس على اداء الفريق يعني. طيب يا كابتن، طبعا مش هيبقى معايا الكابتن هاني رمزي وما نتكلمش عن كاس العالم. داخل علينا كاس العالم، ذكرياته ما بتتنساش يا كابتن مهما عدى عليها الزمن. الايه؟ ذكريات كاس العالم. طبعا كاس العالم كمان من اللحظات الرئيسيه في حياتي، وكان سكه لاحتراف 15 سنه في اوروبا. وكان يعني كان حلو بقى لغايه دلوقتي لما بيجي سير كاس العالم. اكيد طبعا كاس العالم 90 بيبقى في الاذهان بافراحه واحزانه، تجربه عظيمه يعني في حياتي. يعني كنا نتمنى كلنا ان مصر تكون متواجده في كاس العالم السنه دي، لكن للاسف يمكن كنا نتمنى محمد صلاح كمان يشارك، لانه كان اعتقاد الشخص كان هيظهر بشكل افضل كتير جدا جدا من 2015. لكن ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا. موضوع مختلف يا كابتن اللعب في كاس العالم. طبعا خلاص انت بتلعب في اعلى ستيج على مستوى العالم، بتلعب فرق من اقوى فرق العالم كله بيتفرج عليك. انت توصل لمرحله خلاص انت لعيب كاس عالم ولعيب اولمبياد كتير. جيل حضرتك مختلف شويه، لان انتوا ساعتها يا كابتن وريتونا نجوم ما كناش بنشوفها اصلا. فبص الاقي الكابتن هاني رمزي واقف جنب رود خلت، واقف جنب فان باستن، فكانت نقله تانية للجيل ولينا احنا حتى كمشاهدين. صحيح. وبعدين بنتيجه نتيجه ايجابيه وشكل كويس. لا ذكريات جميله جدا. انا فاكر طبعا ذكريات ماتش هولندا، واحنا حتى نازلين الطابورين ماشيين، فجنبك بتبص تلاقي رود خلت وفان باستن اللي لسه كانوا واخدين اوروبا في 88، وانا كان عندي ساعتها هم ساعه ما خدوا كاس اوروبا 88 وانا بتفرج على التلفزيون. انا كان لسه عندي 17 سنه يعني، وبتفرج على التلفزيون، وبعديها بسنتين ثلاثه لقيتهم جنبي يعني نازلين هلعب ضدهم. في لعيبه يا كابتن، في لعيبه بتبقى دمها خفيف بشكل مش طبيعي. مش فاكر لنا كده موقف طريف من الجيل بتاع حضرتك قبل مواجهه الناس دي؟ هو في موقف حصل يعني واحنا نازلين دورين، ويمكن يعني انت عارف طبعا اجسام لعيبه ما شاء الله هولندا ساعتها كان يعني اجسام قويه جدا جدا، وكنا نازلين وكده. واحنا كان كابتن اسامه عربي ما كانش اساسي، فنازل في الطابور جنبنا. انا مش فاكر مين اللي قال له اسامه ارفع التيشيرت وريهم جسمك عامل انا طبعا يعني في الموقف ده كلنا ضحكنا وفكينا شويه، لان زي ما بقول لك كان يعني وحوش نازله جنبنا، وكان في فعلا رهبه وفي خوف. لكن الرهبه والخوف دي ترجمت في الملعب ان احنا بعد 5 دقائق لقينا لا احنا كويسين، احنا نقدر نعمل. وبالتالي احنا زاد في الملعب وعملنا مباراه انا باعتقاد من افضل المباريات اللي عملناها على مستوى منتخب مصر. يعني لو قلت في ماتشات مستحيل الكابتن هاني رمزي ينساها، طبعا ماتشات كتير بس ماتشات معلقه قوي في الذهن. طبعا ماتش هولندا. في ماتش تاني يا كابتن مش قادر تنساه، ماتش كنت عامل فيه حاجات مش طبيعيه بقى؟ في على مستوى المنتخب طبعا في ماتشات اللي هي ماتشات يعني نهائي 98 قدام جنوب افريقيا. بتتكلم على مباراه طبعا 3 مباريات كاس العالم يعني ال3 بما فيهم الناس اللي ما بتحبش ماتش المانيا، بس طبعا الماتشات اللي انا عملتها كويس قوي. بتكلم طبعا هناك في المانيا كان عندي الحمد لله ماتشات كتيره جدا جدا. يعني فزنا بكاس السوبر اول مباراه ليا في المانيا، كان بريمن بطل الكاس وبايرن ميونخ بطل الدوري، فكان في طبعا كاس السوبر الالماني، وكانت اول مباراه ليا رسميه مع فيردا بريمن، وكسبنا بايرن ميونخ في ميونخ 3-1. ده كان وخدنا الكاس، فكان كمان من الماتشات اللي انا بعتز بيها جدا. هو في سؤال طبيعي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. لا اتفضل.
في سؤال طبيعي ان انا ما اسالوش لمدافع، ولكن حضرتك في سنه من السنين كنت المدافع الهداف مع كايزرسلاوترن وجبت 8 اهداف. فاجمل بقى، اجمل واغلى هدف بقى، يعني اجمل هدف واغلى هدف للكابتن هاني. هو بص، الهدف دايما من ضمن الثمانيه اللي جبتهم ده كان قدام ماشن جدع. احنا كنا مغلوبين 2-0 الشوط الاولاني، والشوط الثاني رجعنا للماتش. جبنا جون في اول دقيقه من الشوط الثاني بقى 2-1، وادونا عقرب الثاني شويه معانا، فجبنا جون في الدقيقه 89 وبعدين 2-2، وكان خلاص بعد 3 دقايق وكان في ضربه ركنيه فاتعملت لبره، فرجعت لي يعني رجعت لي عاليه شويه، فخدت الريسك خلاص اخر ثانيه شوط الكوره جاي الجون، فكان ده الجون الثالث، والحكم حتى هم ما صفروش يعني. الحكم صفر. من الاهداف اللي الواحد كمان كنت سعيد بيها جدا، اللي كان كهدف الفوز، واحنا كنا متصدرين كمان في الوقت دوت الدوري، يعني متصدرين بشكل كويس، واللي كان بينافسنا في الوقت دوت كان فريق دورتموند مش بايرن كمان. كلها ذكريات جميله بقى وبترجعني للايام الحلوه يعني. حبيبي يا كابتن، معايا بقى ومع حضرتك هو بس مقدم مع الباشمهندس خالد نبيل، فهيتكلم مع حضرتك. اتفضل يا خالد. السلام عليكم. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ اولا انا بحب اسلم على حضرتك جدا جدا. شرف لينا طبعا حضرتك معانا النهارده في اذاعه الاهلاويه. سؤالي لحضرتك واللي ممكن يدينا فكره شويه، بما ان حضرتك اول لاعب محترف من وجهه نظري بالمعنى الحقيقي، مسيره طبعا عمرها 15 سنه. كابتن، احنا عندنا لعيبه مصريين كتير احترفت، بس دايما بنشوف الاقليه هم اللي بينجحوا. حضرتك قلت بعض الاسباب. هل بقى سؤالي لحضرتك، هل عدم وجود نظام واضح في الرياضه المصريه حاليا ليها دور، وتديها نسبه قد ايه في تقليل نسبه النجاح؟ بمعنى احنا بنشوف لعيبه اتعودت على عدم وجود نظام عندنا، احترفت واصطدمت بوجود نظام في بلاد تانية. بنشوف عقوبات ما بتتنفذش، بنشوف لوائح بتتغير كل سنه كل موسم، حتى التعامل مع الحكام. هل عدم وجود نظام بيقلل نسبه نجاح المحترف حاليا؟ بص، يعني انت اكيد بتتكلم صح. عمليه السيستم والنظام مهمه جدا، وانا خلينا اتكلم على مش هقول لما اللعيب يبقى نجم، خلينا اتكلم ان البدايه هي اللي بتاثر على تكوين شخصيه اللاعب. لازم تتكلم على قطاع الناشئين، ولازم تتكلم على المدربين اللي بيدربوك وتطويرهم وحاجات كتيره جدا جدا. كل اللي بيطلع يعني محمد صلاح، انا بتكلم حد يقول لي هو محمد صلاح كان، لا في فلاتات. محمد صلاح ده بتتكلم على، لكن انت عشان يبقى عندك في مصر عندك 25 30 40 محترف بيلعبوا بره زي بعض الدول الافريقيه الموجوده، الناس ديت ما بقولكش عندها نظام في بلدهم، لكن الولاد الصغيرين دول وهم عندهم 12 سنه ولا 15 سنه خلاص بيروحوا للاكاديميات اللي هي ديت بيتعلموا صح، وبالتالي خلاص السيستم محطوط بشكل مباشر، عارفين بالظبط اللي ليهم وايه اللي عليهم، عارفين خطواتهم كلاعب كوره ازاي يبقى لعيب كوره محترف، فخلاص الامور بتبقى اوتوماتيك شغاله معاهم، فما بيكونش فيه معاناه. لكن اللاعب المصري للاسف بيكون مش متحضر من مصر، من قطاعات الناشئين، ممكن اساليب التدريب مختلفه، العمليه النفسيه مختلفه، عمليه الالتزام بتكون مختلفه، عمليه الطموح بتكون مختلفه، فبيروح لمجتمع منتظم، مجتمع عنده يعني لا بيلاقي تحديات كثيره جدا جدا. اللي نجح من التحديات دي نجح بمجهود شخصي، يعني هو شخصيته كده وعنده الطموح دوت، للاسف ما اتعلمهاش من خلال وجوده في مصر. انا لسه كنت بتكلم مع هاني، انا خدت من نفسي، خدت اللي اتعلمته من النادي الاهلي وبدات افكر فيه وبدات اشتغل عليه. عمليه ان لازم التحدي كل يوم يكون في تمرين، ده تحدي اشتغلت عليه. اللي عايز يوصل لحاجه لازم يتعب قوي قوي عشان يوصل للحاجه دي، ففي مشاكل بتمر بيا هناك في المشوار الاحترافي بدوس عليها. فدي بتبقى عمليه ان انت بتاخد من البيئه اللي انت عشت فيها، بتاخد ايجابيات معاك، لكن في نفس الوقت لازم يكون عندك انت كمان الشخصيه اللي تترجم دوت بشكل ايجابي وتستمر في الموضوع يعني. طب كابتن، معلش سؤال اخير وسريعا كده. بخلاف صلاح، لو قلت لحضرتك ترتب لنا افضل 3 محترفين من وجهه نظرك مصريين. بدون ترتيب معلش، يعني انا بدون ترتيب ماشي. بدون ترتيب يعني ما فيش شك طبعا تجربه احمد حسن كانت تجربه ناجحه قعد فتره طويله. احمد حسام ميدو طبعا كانت تجربه، انا شايف انها تجربه جميله جدا، ولكن حتى لما بتكلم مع ميدو ما استغلهاش كويس. يعني ميدو ده في معظم الانديه الكبيره في اوروبا على مستوى الدوري الهولندي، على مستوى الدوري الفرنسي، على مستوى الدوري الانجليزي، على مستوى الدوري
الايطالي ولعب في اسبانيا في سيلتا فيجو. يعني ميدو كان عنده فرص كتيره جدا جدا انه يعمل افضل من اللي عمله. يعني هو عمل وكنت دايما بقول له بدل ما كنت لعبت مثلا في 8 او 9 انديه، لا كان كفايه قوي تلعب في 4 انديه كل نادي تقضي فيه 3 4 سنين، يعني يبقى مشوارك افضل يعني. بس هو طبعا من النماذج اللي عملت شكل حلو قوي لللاعب المصري بره، وكان عايز بس حته الاستمراريه شويه في الانديه. احمد حسن، ميدو، وكمان عندنا محمد زيدان. محمد زيدان كمان لعيب مميز جدا جدا. لا ينقص محمد زيدان انه جه في الاخر كسل شويه، يعني تعب شويه او مش تعب، يعني هو هي لغه الكوره كسل، يعني ما داس على نفسه. لان محمد زيدان لو كان داس على نفسه كمان شويه كان ممكن يوصل لحته افضل من كده. عبد الزاهر السقا مثلا برضه عمل مشوار في تركيا بشكل كويس. لا عندنا نماذج كانت كويسه، لكن طبعا ربنا يبارك له ويحافظ عليه. محمد صلاح في حته ثانيه خالص بصراحه. فعلا ربنا يعني هو في ستيج تاني مختلف تماما، ووصل يعني وصل لليفل صعب جدا لعيب مصري خلال يمكن ال 20 سنه اللي جايه ممكن يوصل اللي وصل له محمد صلاح. عندك سؤال تاني يا خالد؟ شكرا يا كابتن ونورتنا، شكرا جدا. شكرا ليك يا كابتن، شكرا على تواجدك معانا، وشكر تاني على سعة صدرك، وشرف لينا وجودك معانا والله يا كابتن. الف شكر يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا، مع الف سلامه.